سلام غزالات، كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. مرحبا بكم في القناه ديالي. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه خليو لي اشتراك، وإلا عجبكم الفيديو وفتكم ولو بمعلومه واحده كنتمنى تخليو لي جيم باش هكا كتعم الفائده وتكبر العائله ديالنا. الفيديو ديال اليوم جيت نجاوب فيه على الاسئله، بزاف ديال الاسئله اللي طرحوا ليا في الفيديو الاول وما قدرتش نجاوب على كلشي، ما قدرتش نتواصل مع البنات بزاف، كنتمنى تسمحوا لي. وحاجه اخرى هي بغيت نشارك معكم التمارين اللي كنت كندير في مركز الترويض، يعني بلا اللي كانت كدير معايا السيده اللي كدير الترويض بلا ما نستعملوا لا صوند، يعني اللي تقدري ديريهم غير في المنزل ديالك. هذا بالنسبه للنساء اللي ما يقدروش يديروا الترويض، اللي ما حداهمش مراكز الترويض. بغيت نتقاسم معكم التمارين اللي كنت كنرجع نديرها في الدار، يعني كنت كنديرها في المركز ومني كنرجع للدار كان الايامات اللي ما كيكونش عندي فيها الترويض، حيت هذا الترويض كنت كنديرو في 3 المرات في السيمانه. الايامات اللي ما كيكونش عندي فيها الترويض في المركز كندير دوك التمارين في الدار. وكما قلت لكم الاسئله اللي جاتني، يعني جاتني بزاف كانت كتكرر، هي كيفاش عرفتي بان عندك هبوط؟ البنات، انا الهبوط كما قلت لكم راه عنده بزاف ديال الاعراض. يقدروا يجيو كاملين الا كان الهبوط يعني ما كتير، ولا كان الهبوط الدرج ديالو يعني ما كبيراش، فكيكونوا عندك غير اعراض قليله ما كتشكيش كاع واش عندك هبوط. من بين الاعراض اللي كانوا برزطوني وكنت ومشيت نشوف الطبيبه، انا ما كنتش صراحه، انا ماشي انا الطبيبه مشيت ليها بغيت نعرف شنو كاين، لانه واخا كنت كنسمع هو يعني طايحه الوالده وداكشي كانوا كيقولوها لي ملي يلاه ولات قالوا لي راه طايحه لك الوالده، راه غير تكوني غترضعي مجرد زعما ما كترضعي بزاف ديال المرات البيبي ديالك الوالده غترجع بلاصتها. ولكن انا كنت كنرضع وما كنت زعما ما كنت كنحس بحتى شي تحسن، وبغيت نمشي للطبيبه باش نرتاح. اللي كما قلت لكم اللي خلاني نمشي نشوف الطبيبه هو الالم الفظيع في الرجلين. كانوا البنات الساقين ديالي يعني من البلاصه ديال الصمطه حتى لتحت، حتى الرجلين لتحت، كانوا كيضروني بزاف بزاف بزاف، واحد الالم ما كيتصورش، لدرجه واحد الايام كنت كنبكي بهم ما كنقدرش ننعس. تاني حاجه هي العلاقه الحميميه، يعني في الجماع البنات ما كنتش مرتاحه. يعني كاين توسع، كان حتى الزوج ديالي كان كيحس بشي حاجه يعني خارجه ماشي جايه خارجه، ولكن شي حاجه كتحبسو. كما قلت لكم هادو هما جوج الحوايج اللي خلاوني نمشي نشوف الطبيبه. والسؤال الثاني اللي جاني بزاف هو شحال المده باش ديال الحصص ديال الترويض اللي درتي. البنات، انا الطبيبه عطاتني 3 شهور ديال الترويض، يعني انت الا ما كنتيش مشيتي للطبيبه بغيتي غير ديري الترويض في شي مركز ديال الترويض، غادي تقول لهم بغيت ندير لا ريدوكاسيون بيرينال. انا الطبيبه قالت لي غادي ديري لا ريدوكاسيون بيرينال في مركز ديال الترويض لمده ديال 3 شهور. درتها، وحتى مني كنت كنخرج من الحصص ديال الترويض الايام اللي ما كانش كيكون عندي فيهم الترويض كنت كندير الحركات في الدار، و يعني كندير هذوك الحركات اللي ما محتاجش فيهم لا صوند، حيت ديك لا صوند الناس كما قلت لكم كتخدم كتبرونشا مع واحد لاباري كبيره وكيخدموا لك بها تمارين. هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه للسؤال الثالث اللي لقيته تكرر بزاف، هو واش لقيتي نتيجه؟ بطبيعه الحال البنات انا كون ما لقيتش نتيجه ما غاديش نشارك معكم هادشي. الحمد لله دابا ما كنعاني من حتى شي حاجه، ويعني دوك الحركات غادي تحسي بالمفعول ديالهم حتى في العلاقه الحميميه، غادي تحسي بان المهبل ديالك الجماع غادي تولي عندك يعني احساس بالزوج ديالك اكثر، غادي يعاونوك على الرغبه الجنسيه. يعني داك منين كديري دوك التمارين البنات المهبل ديالك كيتجمع وكتولي اكثر حساسيه في العلاقه الجنسيه. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. هادو هما الاسئله اللي تكرروا بزاف، وسولوني حتى على فين كاين المركز ديال الترويض وفين كاينه الطبيبه. المركز الترويض البنات كاين في عين الشق، انا في كازا، والطبيبه كاينه في برنوصي. اللي بغى سميتو العنوان ديال الطبيبه انا نعطيه ليه بالضبط. هادشي اللي كاين البنات، وكنتمنى نكون فدتكم بزاف، وغنتقاسم معكم دابا حتى التمارين اللي كنت كندير يعني بلا الاستعمال ديك لا صوند، كنت كنديرهم في المركز ديال الترويض، كنت كتوريهم ليا البنت وكنت كنديرهم. ومني كنرجع للدار الايام اللي ما كانش عندي فيهم التمارين
كنحاول ندير دوك التمارين اللي درت في المركز هكا باش العضله كتقوى مزيان وكترجع في بلاصتها. يعني شويه على بشويه كترجع ديك العضله، كتقوى ديك العضله. بطبيعه الحال البنات راه حتى اللي يعني اللي ما كانش عندها هبوط كبير راه غادي يكون واحد الهبوط شويه بسبب الولاده، فحتى هي دير تمارين. سؤال اخر البنات كنت غادي ننساه اللي هو بخصوص الامساك. كاينين السيدات اللي قالوا لي بداو، هذا السؤال جاني بزاف، بداو الترويض وبداو دوك الحركات ولكن كيكون عندهم امساك، وملي كيمشيو للطوايط اعزكم الله كيبقاو يزحموا وكيرجعوا ازيرو، يعني ما كيستافدوش من دوك التمارين في ظل انهم عندهم امساك. بالنسبه للسيدات اللي عندهم الامساك البنات اون فوا غادي تحيدوا الدقيق الابيض ما غاديش يبقى امساك. حيدوا الدقيق الابيض وعوضوه بالقمح الكامل وبفرينه. راه البنات عن تجربه راه ملي غادي تحيدي الدقيق الابيض غادي تهني من الامساك. السبب ديال الامساك هو الدقيق الابيض، هو السفنج، هو البطبوط، هو المسمن. الا تشهيتي شي حاجه في هادشي تقدري تصاوبيها. بحال دابا انا كنصاوب الكيكه كنصاوبها بالفرينه، المسمن كنصاوبو بالدقيق الكامل وهكذا. المهم الدقيق البيض ما كيدورش عندي في الدار. هكا تهنيت من الامساك. وحاجه واحده اخرى البنات، حاولوا تاكلوا الخضره، يعني الا ما كليتيهاش في الغداء حاولي تاكليها في العشاء. راه البنات غادي زعما غادي تلاحظي تغيير كبير. انا راه كان عندي المشكل ديال الامساك، اون فوا دابا كناكل باريزيان ولا شي حاجه راه كيرجع ليا الامساك، لانه داك الدقيق الابيض راه ما صالحش البنات، ما فيهش الياف اللي كيدير لك بحال المسكه في مصارنك. وراني خليت واحد الفيديو ديجا على القولون العصبي والامساك تقدروا تشوفوا. دابا ندوزو التمارين. اول حاجه غادي نديروها البنات هي غادي نشوفوا الطريقه الصحيحه باش كتنفسي، لانها مهمه بزاف. بزاف ديال البنات قالوا لي ما لقاوش نتيجه على التمارين ولا على الترويض لانه ما كيديروش التنفس بالطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه البنات هي انك تدخلي النفس من فمك وتعمري كرشك بالهواء هكا باش كيتفاعلوا العضلات ديال الحجاب الحاجز. من بعد كتخرجي النفس غير بشويه من فمك وتقبطي على عضلات الحوض، يعني بحال كتجمعي بيبي كتزيري عليها هكا وكتحسبي عندك 4 ثواني ولا 6 ثواني زعما علاش ما قدرتي، لان في الاول سيرتو الا كان عندك الهبوط من الدرجه الثالثه ولا فصعيب عليك تزيري على بيبي بزاف. لهذا البنات كيكون عندهم سلس البول داكشي. صافي كتزيري عليها وكتطلعي له بسطان ديالك بهذه الطريقه هذه، وكتعاودي ترجعي تهبطي وتهزي وتهبطي وانت كديري نفس الطريقه ديال التنفس. غادي نوريكم حركات اخرين البنات اللي كنت كندير في المركز وعطاوني نتيجه، اللي هما هادو قدامكم. ولكن ضروري التنفس البنات بالطريقه اللي قلت لكم، وانتم غاديين وانتم كتزيدوا في التكرارات. يعني في الاول غادي يجيوك صراحه هاد الحركات كيعييو ولكن مفيدين بزاف. انتي في الاول غادي تقدري ديري مثلا هاد الحركات هادو 5 د المرات، من بعد كتزيدي في عدد التكرارات، من بعد كتزيدي في المده اللي كتشدي فيها بيبي. كما قلت لكم البنات انا راه كنت كنديرهم يعني ما درتهمش بوحدي، راه مشيت للمركز ديال الترويض وتعلمت ليهم ومن بعد جيت كنديرهم في الدار. وخلاص في المركز كنت كندير حتى يعني دوك لا سوند فاجينال كانوا كيدخلوها في المهبل ديالي وهي كتفيبري وسط المهبل، كتستيمولي دوك العضلات ديال المهبل باش كيوليو يقواو. كنصحكم بزاف البنات بهذا الترويض. راه وكون ما كانش يعني ما لقيتش عليه نتيجه ما غنشاركوش معاكم، وراه بزاف ديال السيدات اللي داروه ولقاو عليه نتيجه. انا في الاول قبل ما نديرو كنت صراحه تواصلت مع بزاف شحال من وحده قالت لي راه عطاتني الطبيبه باش نديرو داكشي، وقالوا لي شي 2 سيدات قالوا لي راه عطاو نتيجه. وحده قالت لي دارتو بلا ما تقولوا ليها الطبيبه، قالت لي انها مشات دارتو باش هكا كيتجمع ليها المهبل ديالها وكترجع تزير يعني من مورا الولاده كيف ما كانت قبل الولاده. وهذا الشيء اللي كاين البنات انا شاركت معكم هذاك الشيء اللي عطاني نتيجه، داك الشيء اللي درت خلصته بالفلوس وراه تقريبا 300 درهم الحصه اللي كنت كندير. وانا جيت شاركته معكم لانني كنبغي نفيد الناس وداك الشيء. ومرحبا بالتساؤلات ديالكم، وكنتمنى نكون فدتكم ولو بمعلومه واحده وتخليوا لي جيم باش هكا كتعمل فائده.